اخواني؟ يا رب الكل بخير. قبل كل شيء خلي لايك وخلي اشتراك، وروحوا قناة صديقة جوا بالوصف، اتمنى تشتركون بيها. الموضوع اليوم توقعاتي عن منتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني ان شاء الله رغم الظروف رغم المآسي احنا قلبا وقالبا لازم ندعمه، احنا كجبرية او كاعلام عراقي ندعمه. حاليا احنا دائما ندري العراق يعني مستهدف من الاعلام خصوصا العربي او الخليجي، ودائما يحاولون يشوهون سمعة منتخبنا وسمعة بلدنا العراقي، واحنا نتذكر بكل اللقاءات صار يعني هجوم على العراق دائما، واحنا مهما كان نبقى بلد الحضارات وبلد الجيش والشرطة واليوم 6 كانون وما ننسى الحج الشعبي، وعلى عناتهم ان شاء الله يمشي منتخبنا بالبطولة حتى لو ما ناخذ بطولة، لان احنا هسه بينت باول لعبة بين الامارات والبحرين يعني اداء هزيل، وان شاء الله ماكو شيء، وان شاء الله منتخبنا قادر. واحنا هسه حاليا المنتخب العراقي كله شباب وكله نجوم، حسين علي، ميمي، يعني احمد ابراهيم، جستم ميرام، يعني نجوم علي حصني، يعني ما شاء الله منتخبنا كلش راقي. اكد الكابتن نشر اكرم تصريح خاص يقول ان شاء الله منتخبنا اذا تعادل ويا ايران او فاز على ايران انا ارشح له يعني دور الثمانية عابر ان شاء الله، دور الأربعة، وان شاء الله العراق حتى لو وصل دور نص النهائي ان شاء الله المنتخب العراقي يحقق يعني انجاز بهاي البطولة. حاليا هسه كل التوقعات عن المنتخب السوري يعني مثل ما مرينا بالمآسي تتذكرون من وراء السقوط 2007، ومنتخبنا لعب بغيره، يعني مو هو يلعب الغيره ما انت تلعب بسجل. حاليا هسه الانظار كلها على المنتخب السوري وشلون يعني هسه عندهم عمر السومه يشوفونه يونس محمود جولتشي، يعني كله جاي يشوفونه بالمنتخب العراقي، واغلبيه الترشيحات توصل المنتخب السوري دور نصف النهائي. احنا ان شاء الله تصير مفاجاه وناخذ البطوله. انت اذا تتوقع المنتخب العراقي خليه بالوصف، اذا تتوقع اي فريق يعني تتوقع ياخذ البطوله سنه خليه. هاي الحلقه داعم منتخبنا، ويا رب منتخبنا دائما يزرع البسمه، يزرع الضحكه على شفايفك وعلى شفايف الأمة العربية. المنتخب العراقي جاب لنا بطولة كنا نحلم نجيبها وجابوها لسود، بس احنا ما احتر عندنا يعني عتاب يصغرنا على الاتحاد العراقي. إلى متى تبقون مشلبين بهذا مسعود الطرقاع؟ يا أخي لك لعبة ودية ماكو، لك السعودية عطتنا $1,000,000 لغفتوك، لك مكافي والله ملينا. وان شاء الله المنتخب يؤدي رغم ان شاء الله المنتخب. بس هاي يقول اللغف موجود حتى بالكرة الرياضية يلغفون لك، كافي ابوك كافي. وان شاء الله توصل الرسالة، وان شاء الله المنتخب يفرح هاي الشعوب العربية وخصوصا